راه جميع انا نقول لكم هاد الايام راني كنرعش من شي مؤشرات، وخاصه ملي كيكمل عليا محمد العربي زيتوت، هذاك الرجل الشريف افضل واحد في المعارضه الجزائريه انصافا وتوازنا. كاين مؤشرات بانه يراد اشعال حرب خرقاء حمقاء لا اول ليس لها نهايه بين المغرب والجزائر، حرب واللي وراها هادشي اسرائيل فرنسا امريكا والامارات، والمصيبه الاستجابه من الطرفين، الحمق من الطرفين، الذباب الالكتروني من الطرفين، الرعونه والمجانيه من طرفين. وربما يكون الطرف الجزائري العصبه العسكر كما كيسموها العصابه يمكن هما اللي بادين، ولكن كيلقاو استجابه. وانا كنستغل الفرصه باش نعاود ننادي ماشي هذا الجمهور اللي قدامي، الجمهور اللي غيشوف هذا التسجيل، اتقوا الله يا بسطاء المغاربه، اتقوا الله من السقوط في فخ انكم تضحكوا على تبون وتستهزئوا بالجزائريين، تخرجوا عليهم النكات، الكلام السفيه، هذاك الشيء راه كيزيد يشعل النار. وراه بالعكس الا كنتو كتعتقدوا باللي كاين واحد الحاله ديال الجنون غير مفهومه عند عسكر الجزائر، ما تزيدوش تصبوا عليها الزيت. الشاهد عندنا السياق اللي حنا فيه هو اسرائيل في المغرب. انا سمعت يهوديا مغربيا تيتكلم بواحد الدارجه هما عاده فرنسيين، داير الجلابه سيدي، داير اللحيه، داير داك الطربو ويبدو حاخام لانه داير داك اللباس، وكيدوي بواحد الدارجه مغربيه مطرطحه كل كلامه سب وشتم في الجزائر وتحريض لها بطريقه مباشره وبدعوى الغيره على المغرب وحب المغرب وتمغربت. وانا راني كنطلب الله عز وجل نكون غلط، وكنطلب الله عز وجل داكشي كيوسع العربي يزيد نكون صحيح، لان يبدو ان اسرائيل تقود بعد حمقاء الدولتين الى حرب. راه تذكرنا صدام، انا ماشي شي واحد اخر، ما عزيزش عليا نقول انا من الكتب بحال هذا الشيء كنسمعوه فمن لاذن قيادي من القيادات اللصيقه بعرفات رحمه الله. الا كتذكروا اول مره دار المعرض العربي للكتاب وتلغى من بعد قال المعرض الدولي، جا الثمانينات يلا 88 ذات الانتفاضه، جا الجناح ديال منظمه التحرير، مشيت انا والسي مصطفى الحايا والاخوان زرنا لقينا واحد القيادي من فتح وجمعنا معاه، مع نيت كانوا داروا غير العرض ما داروش البيع. كيعاود لينا قال لينا مشيت انا وعرفات عند صدام الله يرحمه مسكين ويغفر ليه، كنقول ها عار الله ما تعلنش الحرب على ايران، قال كيقول لهم لابد ان نسترد الحرب الحق العربي في شط العرب، اعطيوني اسبوعين الحرب سهله تبداها. وصدام دابا راه زعما راجل عنده خبره، اعطيوني 2 سيمانات نسترد شط العرب من الفرس. قال له عرفات هاك عامين الا قدوك شحال فاش صفات في 8 سنين. شنو النتيجه؟ دمروا اكبر شعبين في اكبر جيشين في المنطقه. شكون المستفيد الاول والوحيد والاخير؟ اسرائيل. لهذا غادي نعاود لكم واحد الحاجه اخرى ما تيقوش، هذه مازال راه باينه شويه. هذا كلام يقولوا صدام يجي معاه ويقولوا عرفات يجي معاه، والحقيقه اجي تسمع المملكه سمعتوا اعلن الخميني انه قبل اتفاقيه وقف اطلاق النار، كانت كتذكروا في 88 شحال 8 سنين. الغد ليه انا عند السي علي بن ناجي الله يرحمه، الا كتعرفوا في الدار البيضاء واحد الدينامو ديال الدعوه، راه ما انا راجل شبه امي عنده واحد الحانوت السيكليس، ولكن داكشي اللي كيدير الدعوه ما درناش حنا كاملين. انا عنده كان داك الحانوت عنده بحال الحج اللي جاي واحد من قيادات الاخوان المسلمين هربان من يمة عبد الناصر، طول عمره في سويسرا قيادي ودار الدنيا ودار الدين ودار هادي وجا زارو. انا دايز المايطير ديالي دي من وقت ما خسر كنصاوب وحده وخا استاذ جميل ديك الساعه موطر قال لي جي نسيبو جي نقدمك لهاد الاخ. قدمني ليه واحد الداعيه مصري منعم، قال لي شي كلام راه ما يمكنش تصوروه، راه بغيت نحماق. هادشي في 82. قال لي عندي جاري يهودي، وفهمت من السياق من اللباس الراجل وكلامه انه من المنعمين في جنيف، شي حي فيه لكل اليهود اللي لاباس عليهم، كاين هذاك ساكن في فيلا، ديك الفيلا. قال لي جاري كنسلم عليه كيسلم عليا، وجوجهم كبار في السن. هذاك الصباح اللي وقع الخميني اتفاقيه توقف النار وقفت، قال لي هادي سلمت عليه. قال لي هو اصلا انسان طال يعني وجهه بيض وصفر شويه، قال لي لقيته قال لي صفر مسقوط منه كيترعد، قال لي عاد شافو وما حسبش منه مسلم. قال لي ناري وقفت الحرب بين العراق وايران مشينا فيها غيستعدوا العافيه ديالهم وكيترعد. قال لي متى تبدا حرب اخرى؟ هذه المره بين السعوديه وايران او بين تركيا وايران حتى نرتاح. واش بشر خلقهم الله بهذا الجنون ضدنا هادو تطبع معاهم؟ قال لي انا تخلعت. هو اللي قال لي عباد راه 1.5 مليون عراقي مشات و1.5 مليون ايراني مشات و8 سنين ديال الطاحونه
ايران خرجت ب 1000 مليار دولار ديال الخساره، العراق خرجت ب 200 مليار دولار ديال الديون، ويلا شناو الاخر راكبوا برعاد وكيقول لي امتى غتنوض حرب اخرى بين دولتين باش حنا مشينا فيها.